يا صباح الخير رفاقي الأحبة في كل مكان. طبعا هذا قسم العظام، البلد اللي أعيش فيه في السويد، بلد محترم نظيف المكان، تعمل كشافات. كل هذه شوفوا غرف للإشعة ومجانا. الكل من حقه يحصل على العلاج والدواء المجاني. ناس محترمين لهم كل الشكر. ذا الأمر كان ممكن يكون في بلدنا، يعني في اليمن طبعا، لأنه النظام الساقط السافل هو كان يتعالج في دول مثل هذه، هم وعائلاتهم السقط يعني، إنما الشعب لا. وهذا ما يعمل عليه العدوان السعودي الإماراتي، العدو السعودي الإماراتي يسعى سعي الأفاعي لإعادة هذا النظام اللي ظلم اليمنيين في الحقيقة وأساء لهم. فالسعودي ذا ما يساعدك، السعودي ذا يكرهك، والإماراتي يكرهك، يشتي دائما في حالة فشل، ويشتي البلد تحت سطوة هؤلاء الأوغاد السفلة، هم وعائلاتهم وعصاباتهم اللي كانوا ينهبوا ثروات اليمن. هذا ما يسعى له العدو السعودي والعدو الإماراتي الخبيث، مهما رفع شعارات هو كاذبة. خربوا بلدان كثير تحت شعارات كاذبة، منها دينية وطائفية واجتماعية وديمقراطية، يتكلموا في أشياء هم في الأصل ليسوا أهلا لها يعني، ولا يمثلوها حتى، يعني يدعوا بأشياء فقط من أجل تخريب البلدان وإبقاها كبلدان فاشلة تعبث فيها الفوضى، وتأتي الشركات تنهب الثروة. ما هو الشركات الأجنبية الحين تنهب في ثروة الشعب اليمني في الحقيقة، اللي من حقه أن يحصل على قيادة محترمة تمثله وتدافع عن حقوقه، وده ما يحصل في اليمن اليوم. معنى ذلك أنه الحرب في اليمن هنا فقط من أجل إعادة النظام السابق، إعادة نظام سافل تابع لأوغاد خليج الخنازير ممثل بالسعودي والإماراتي، عشان تبقى البلد بلد فاشل وما تخرج من دوامة الفساد والفقر. فهذا ما يغيظهم طبعا، وشرفاء اليمن في الميدان وتصدوا لهم. إلى هذه اللحظة نحن منتصرين في الحقيقة، يعني يظل هذه المؤامرات الضخمة الكبيرة، لكن أنا أقول أن اليمن منتصر، يعني الصمود الأسطوري هذا. فحبيت أعطيكم فكرة وسلط الضوء على هذا الأمر اللي إن شاء الله بيكون كذلك مستقبل الشعب اليمني بفضل الشرفاء. حبتي لكم، ألف تحية لكل الشرفاء. برعاية الله.